نحن كنا نلاحظوا اللي 3 اغتيالات وقعوا في تونس. الشهيد البراهمي الله يرحمه، والشهيد شكري بن عيد الله يرحمه، والشهيد محمد الزويري الله يرحمهم. الثلاثة يا سيد الوزير نفس الملابسات، والمفارقة أنهم 3 يكرهوا الكيان الصهيوني كره شديد. هذه الخاصية 3. والثلاثة نعرفوا 2 شكون الأيادي الإرهابية الغادرة اللي نفذت، نعرفوهم، ولليوم ما نعرفوش شكون عطاهم التعليمات. في حين أنه في الشهيد محمد الزويري للأسف نعرفوا الأيادي الصهيونية اللي عطات التعليمات، لكن ما نعرفوش الأيادي الغادرة اللي نفذت شكوني. نحن نشكوا ولا ما نشكوش في قدرة الأمن والتقنيات هذه، لا شك فيه. نعرفوا أمنا عنده من الخبرة، علمها له بالنعلين لما لك تتعدى ما تتعداش هكاكا. نعرفوه اللي يعرف عشاء كل واحد شنو عنده في داره. نعرفوه قادر على أنه يجيب كل معلومة يحب يوصل لها. نعرفوه حتى حد يعني الزملاء اليوم يقولوا أمنيين ما نشكوش في الخبرة والكفاءة، ما نشكوش. وهذاك علاش كي يقولوا ما نشكوش في الخبرة والكفاءة يتحل باب كبير. وقت اللي ما نشكش في الخبرة والكفاءة وصارت وقائع سيد منزل سيد وزير الداخلية السابق سيد لطفي بن جدو، وصارت عدة وقائع اللي ما نشكوش في الكفاءة، لكن ما يقول شو المشكل. اليوم عندك يعني اعطيتنا معلومات ما تنجمش تكون خارجة من عند سيد الوزير. سيد الوزير لما عملت الندوة الصحفية نتاعك تحت غطاء تقني تعمل في السياسة، لأنك ما تنجمش تقول، لأنك محكوم فيك، لأنك ما تنجمش تقول راهو الكيان الصهيوني من وجهت له التهمة ولا الشبهة التهمة وقت اللي هو تأكد حتى من مسؤولينهم السياسيين. اليوم بدنا تخرجوا وتقولوا معلش على فيشة غالطين، لأنه قبل بشهر استدعاه الأمن الإقليمي في صفاقس، استدعى محمد الزويري وقعد عنده ساعات. اليوم تقولوا عنده جنسية بلجيكية غالطين، اليوم تقولوا عنده دفعات في التشريع العام غالطين، اليوم دعتوا في مغالطات لأنكم بكل بساطة ما تنجموش تصرحوا. خذوا الإذن ساعة من عند سيادكم من الفوق باش تصرحونا. تحكيوا على الاختراق، مجلسنا الموقر اليوم ما عنده فيه اختراق، عندنا مقيم عام هنا يبرطع في مجلس نواب الشعب وحد ما يكلموا، وعندنا شكون حتى يمول فينا ويحكم فينا في السياسات نتاعنا والتنظيم نتاعنا كيفاش يكون. اليوم انا نقول حاجه بركه خاطر ما عادش ليا وقت، يعني فقدناك يا سياده رئيس الجمهوريه، فقدنا سيد باجي القسمسي في المعارضه. تعرف علاش؟ خاطر في مثل هيك اغتيالات عودنا بالتصاريح القويه، عودنا يخرج يقول يستقيل مجلس نواب الشعب، كان جاء موجود في المعارضه، تستقيل الحكومه ويستقيل كل مؤسسة الدولة وبعده نجيو نحن. حبيت نعطي ميساج نقول يعني احنا مش قاعدين نقاوموا في الارهاب والجريمة الارهابية بقدر ما الناس قاعدة تستثمر في هذه الجرائم، واستثماركم في هذا في الاغتيال هذايا واضح. اليوم نلقى الصحفي دخل وصور بعد الجريمة يعني بساعات يرجع لمسرح الجريمة وتقول لي ما ريناهوش. سامحني، يعاود يجي قدام وزارة الداخلية في الصباح والسيد تقول في الصلاة نتاع الصباح وتقول ما ريناهوش. نقول لك سامحني انتم ريتوه وعطيتوه الاذن وسمحتوا له. اليوم وقت نلقى سيد وزير الخارجية وقت جاء عينه ولا عينوه ونصبوه قلنا راهو عندنا مشكلة، راهو كأنه اعتراف للكيان الصهيوني